بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأفاضل، السيدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا سفير ديالى، جئتكم من محافظة تئن وتنزف منذ 2003 إلى اليوم. جئتكم من محافظة حرقت، مساجدها هدمت، دورها أفنيت. جئتكم من أم تشكو فقد ابنها، وأرملة تشكو فقد زوجها، وطفلة تشكو غياب أبيها. جئتكم من ديالى ولا أدري أين أضع يدي، وكلما وضعت يدي على السعدية أو على جلولاء أو على المقدادية أو على بعقوبة لا أجد إلا أن تخرج دمي مخضبة بالدماء، لأن ديالى تنزف في كل جزء من أزائها. جئتكم والأمل فيكم معقود، نعم معقود باتحادكم لا بتفرقكم. يا قادة الأمة السياسيين، يا قادة الأمة، يا رموز الأمة المجتمعية، يا عشائر، عليكم أن تتحدوا، لأن دماء الأبرياء تستحق منا أن نتوحد وأن نضع خلافاتنا جانبا من أجل إنقاذ بلدنا ومن أجل إنقاذ ديالى. وأنا اليوم سفير ديالى. جئتكم لأضع بين يديكم آلام وجراح الآلاف بل مئات الآلاف من أهلي وقومي الذين تركتهم في مخيمات النازحين، والذين تركتهم في سجون ظالمة لا ترحم أبدا، والذين تركتهم مخطوفين تحت وطأة الظلم الميليشياوي الإجرامي في ديالى. نعم ديالى ذبحت عدة مرات. ذبحت مرة على يد القاعدة من قبل وعلى يد داعش الآن، وذبحت مرة أخرى على يد الميليشيات الإجرامية الطائفية، وذبحت مرة ثالثة من خلال ممارسات لا إنسانية ولا مهنية ولا منصوصة في الدستور تقوم بها أجهزة الدولة في كل وقت وفي كل حين. ديالى ذبحت، ولكن نحتاج إلى أن نضع الضماد عليها. أنا جئت من ديالى العربية، وجئت من ديالى الكردية، وجئت من ديالى التركمانية، من ديالى السنية الشيعية. جئت من ديالى التي ضربت قرون عدة صورة رائعة من صورة التماسك المجتمعي، ولكن مع الأسف جاءت داعش وجاءت الميليشيات لتمزق هذه الصورة وتضع بين يدينا صورة مشوهة لأهل ديالى يأبون أن يعيشونها ويأبون أن يجسدونها. ديالى تقول لكم: هدمت مساجدي، حتى وصل عدد المساجد الذي استهدف وهدم واغتصب في محافظة ديالى إلى 254 مسجد. ديالى تقول لكم: اعتقل أبنائي، حتى وصل عدد المعتقلين في ديالى منذ 2003 إلى اليوم إلى 87,428 معتقل. ديالى تقول لكم: هجرني أهلي ونزحوا إلى محافظات عدة، حتى وصل عدد النازحين في ديالى من ديالى إلى أكثر من 125,000 عائلة، ومخيمات النازحين تشهد بذلك. ديالى تخاطبكم بآلامها وجراحها، تخاطبكم بدموع الأمهات ودموع الأرامل ودموع اليتيمات واليتامى، تخاطبكم وتقول لكم: إن الجرائم التي وقعت على أرضي تفوق حد العقل والوصف، جرائم يمكن أن تصنف كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. حتى المعتقلين الذين اعتقلوا ظلما لم تعد المعتقلات والسجون مراكز أو أماكن آمنة لهم، ومزرت مركز الوحدة في المفرق في بعقوبة الذي ذهب ضحيتها أكثر من 45 سجين شاهد على ذلك، ومزرت سجن الفوج الرابع
في المقدادية الذي ذهب ضحيته أكثر من 65 سجين شاهد على ذلك، والشواهد كثيرة. مجزرة السارية ومجزرة مصعب بن عمير ومجزرة القراغول، مجازر تقام بحق أهلنا باسم القانون وتحت رداء القانون وبلباس القانون وبسيارات الدولة. فإلى من نقدم شكوانا إذا كانت الدولة هي التي تذبحنا؟ أنا أضع بين يديكم آلامي وآلام قومي، لأنني سفير، والسفير لا بد أن يصدق قومه وأن ينقل الرسالة حية واضحة بدون تشويه. أضع بين يديكم آلام قومي لا لأتأوه وأتألم وأبكي، ولكن لنجد معا حلا لديالى وحلا لكل محافظاتنا التي ذبحت. أهل ديالى لا يريدون إلا أن يعيشوا حياة حرة كريمة. نريد أن يعيش أطفالنا حياة هادئة، طفولة هادئة، ولا أرى أن هذا المطلب صعب. وعندما ترون أطفالنا في المخيمات تجدون أن الطفولة قد ذبحت وانتهكت وسلبت. نريد أن يدرس أبناؤنا في الجامعات، تفخر بهم، تفرح بهم أمهاتهم ويفخر بهم آباؤهم. ولا أظن أن هذا المطلب صعب. في العراق وضع فيه الدستور أول ما وضع. نحن لا نريد في ديالى إلا أن نعامل كعراقيين، أن تصان دورنا وأن تحفظ مساجدنا. هذه المساجد الذي يرفع فيها الأذان والتي يجب أن تكون مركز لبعث الأمن والأمان، هذه المساجد أصبحت تستلب وتحرق وتهدم مآذنها. لا نطالب إلا أن تحفظ حقوقنا حسب الدستور، لا نريد أكثر من ذلك. لماذا تتعرض ديالى إلى تغيير ديمغرافي؟ أهل ديالى بعشائرهم وسياسيهم وأكاديميهم يطالبون هذا المؤتمر الكريم، ويطالبون المجتمع الدولي وكل أصحاب الضمائر الحية، يطالبونهم أن يعملوا معا من أجل حصر السلاح بيد الدولة، من أجل تجريم الميليشيات. أنا أخاطب الرئاسات الثلاث، السيد نائب الرئيس الجمهورية الذي رعى هذا المؤتمر مشكورا، وباقي الرئاسات، أن يعملوا على تشريع قانون لتجريم الميليشيات، لأن الميليشيات لا تقل إجراما عن داعش. أنا لا أدري كيف أصنف الإرهاب. هل الإرهاب مسمى داعش مسمى للإرهاب وانتهى الأمر؟ أم الإرهاب أفعال وأعمال وسلوك ما تقوم به الميليشيات فاق ما قامت به داعش في ديالى؟ فرحنا بالتحرير في السعدية وفي قرى قرتبة وبعض المناطق على يد الميليشيات أو الأجهزة الحكومية، وجاء بعد التحرير تجريف وهدم وحرق للمنازل وللمساجد. لا نريد إلا أن يحفظ السلاح بيد الدولة، أن يحصر السلاح بيد الدولة، وأن تجرم الميليشيات، وأن يعطى لعشائرنا دور فاعل في مسك الأرض من خلال تشريع قانون الحرس الوطني. نريد أن يخرج المعتقل من سجون الظالمين، نعم من سجون الظالمين، لأنهم اعتقلوا وفق مسرحية إدرامية كوميدية تسمى 4 إرهاب. سئمنا من هذه المسرحيات، وسئمنا من هذه الافتراءات، وسئمنا من هذا الظلم. متى نعيش كعراقيين؟ نريد لهؤلاء المعتقلين أن يخرجوا وأن يعوضوا وأن يكرموا وأن يعودوا إلى ديارهم مرفوع الرأس. ولكن مع الأسف في ديالى عندما يخرج المعتقل من سجنه يقتل في الطريق على يد الميليشيات. نريد أن تتوقف عمليات التغيير الديمغرافي التي تجري وفق منهج وبرنامج في محافظة ديالى ليلغون بصراحة، ليتم إلغاء المكون السني. أقولها بصراحة وبدون تردد. لا نريد أكثر من حقوقنا، وضعناها بين يديكم، ونتمنى من هذا المؤتمر الذي نراه بابا انفتح للخير، نتمناه أن يتابع أعماله وأن يستمر في الانعقاد ليس بهذا الجمع الكبير، وإنما من خلال اللجان الفاعلة التي ترفع هذه المظلومية وتوصلها إلى المجتمع الدولي. نريد
ونريد ولا نريد أكثر من حقنا في هذا البلد. وضعنا بين يديكم مطالبنا، ديالا وضعت بين يديكم مطالبها وأنتم كرام، فلنعمل جميعا على تحقيقها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.